دماغك هو أقوى سلاح مدمر في الكون. بمجرد أن تضع هاتفك جانبا ستكتشف الحقيقة المرة. أنت وحيد تماما داخل هذا الرأس. عندما تقع في أزمة مالية خانقة أو ينهار مشروعك، لن ينقذك أحد، ولا يمكنك البحث عن حل على جوجل. قد يكون لديك عائلة، لكن هناك 24 ساعة في اليوم تكون فيها بمفردك مع هذا الدماغ، وهو يتحدث إليك بشتى الطرق ويريد السيطرة عليك وسحبك إلى زاوية الهروب. إذا لم تتحكم في عقلك وتخبره إلى أين تريد الذهاب، فسيقضي عليك فوراً. ومعظم الرجال لا ينتبهون لهذه النقطة، يعتقدون أن العدو في الخارج، بينما المعركة الحقيقية تدور داخل جماجمهم. في سن 21 كنت واقفاً وسط غرفتي المظلمة في 4 صباحاً. البرد ينهش عظامي وأنا جالس على الأرض أربط ساقي وأسفل ظهري بضمادة مشدودة من شدة التعب والوجع. في تلك الليلة بالذات انهار كل شيء. مشروعي الأول في التجارة الإلكترونية الذي وضعت فيه كل مدخراتي وعرق جبيني تحطم، وتبخرت أموالي في لحظة واحدة. في تلك اللحظة القاسية لم يشعر بي أي شخص، ولم يعبأ لأمر أحد. كنت وحيدا تماما في مواجهة الصدمة، لكن هذا ليس الأسوأ. الأسوأ هو الخذلان الذي تشعر به تجاه نفسك عندما ترى جهد شهور يضيع في ثانية. بينما كان الجميع نياما أو يضحكون في الخارج، كنت جالسا بمفردي أحاول فقط أن لا أنهار كليا تحت هذا الثقل. عقلي في تلك الثواني بدأ يصرخ في داخلي: ماذا تفعل بنفسك؟ اذهب إلى الفراش، نم واسترخي مثل باقي الشباب في عمرك، ارتاح قليلا، غدا يوم آخر. كان يريد سحبي إلى زاوية الاستسلام لأنها مريحة ولا تتطلب جهدا. كنت في الماضي أعمل في وظيفة بائسة براتب زهيد وأكذب على نفسي قائلا أنا أحاول، بينما كنت في الحقيقة أهرب من مواجهة الواقع. وهنا بدأ السقوط الحقيقي، عندما تدرك أنك كنت تكذب على نفسك لسنوات وتسمي الخوف محاولة، وتكتشف أنك كنت تقاتل فقط لكي لا تهزم أمام ظروفك، بدلا من أن تقاتل لتنتصر عليها. لكن في تلك الليلة المظلمة حدث شيء غير كل شيء. نظرت إلى نفسي في المرآة وقررت أن أجعل من هذا الضغط القاسي وضعي الطبيعي الجديد. أدركت حينها أن الناس لن ترحم ضعفك، وأن الحل الوحيد ينبع من الداخل. أخبرت عقلي: بدلا من النوم والراحة، وظيفتنا من الآن فصاعدا هي المعاناة والقتال كل يوم. إما أن نتكيف ونعبر هذا الجدار، أو نموت وأنا أحاول. لم أترك لنفسي أي مخرج أو خطة بديلة. عندما يعلم عقلك أنه لا يوجد طريق للعودة، فإنه يتوقف عن الشكوى ويبدأ في التكيف. الناس يلتفتون إلي اليوم ويسألونني: كيف نجحت؟ كيف تتحمل كل هذا الضغط وتستمر في المحاولة بظروف محطمة؟ والجواب الذي أقدمه لكم دائما بسيط: لأنني فهمت كيف يعمل العقل. ألغيت الأعذار ووضعت نفسي أمام الأمر الواقع. هناك قانون كوني صارم لا يتغير أبدا: الجهد والتعب والمكافحة دائما يسبقون المكافأة والاستراحة. لا يمكنك أن تطلب الجائزة قبل أن تدفع ثمنها من نومك وأعصابك وعرقك. عندما كان دماغي يملي علي أن أسترخي مثل بقية الناس، كنت أقول له: نحن مستمرون حتى ينهار هذا الجدار. المعاناة والضغط هما الغربال الذي يصفي روحك، فالتراب لا يحترق. وإذا نزلت بأهدافك إلى أعمق نقطة في صميم وجودك، فلن يتمكن أي فشل من كسر إرادتك. السلام الداخلي والراحة الحقيقية لا تجدهما في الهروب والنوم أولا، بل تجدهما في الطرف الآخر من التعب الشديد. عندما تنظر إلى المرآة وتفتخر بالشخص الشرس الذي أصبحته بعد المحاسبة اليومية الصارمة لنفسك، لا تصدق عقلك عندما يخبرك بأنك انتهيت. إنها مجرد كذبة ليجعلك عاجزا ومستسلما. اقطع أعذارك، قم الآن وابدأ فورا.